ايه ده؟ مين اللي كاتم بقه كده؟ شيلوا البتاعه دي. بس كاتم بقه تاني. امضي هنا. ياه اخيرا بقى هتمضيني في قصر الكبابجي وكمان في رمضان. اطلع بقى اقول ايه يا اخواتي، انا مش بتاع كفته ولا ليا في الطرب، بس جات لي صفقه كفته وطرب من قصر الكبابجي. اقول لا يا اخواتي ورب الكم ما يحصل. بس باحلام العصاري بتاعتك دي. العقد ده مش عشان تشتغلوا، العقد ده عشان تبطلوا شغل. يا سيد اعقل الكلام يا سيد عشان ما توضناش في ورطه. ورقه ايه ده يا سيد وامضي عليا يا سيد يا اخويا؟ ده تعهد انكم ما تطلعوش ترند طول رمضان، علشان عايزين نفضي السوشيال ميديا منكم خالص. خلي الناس بقى تفوق للمة رمضان. امضي بقى وخلصنا. الحقوني يا اخواتي، عايزين يمضوني غصب عني ويحرموني من الترندات والفيديوهات وغدانا بعد الشغل ويجبروني ما تشوفونيش في رمضان. انت بتكلم مين؟ وايه المزيكا دي؟ امضي هنا وخلصنا. انا اسف مش همضي الاقرار ده. ليه؟ كله زفاره. احنا هنهزر. امضي هنا. وانا قلت لا. مش عايز تمضي ليه؟ كده ما فاتح قلبك معايا. بس خلاص، يعني كلكم مش عايزين تمضوا الاقرار ومصرين تطلعوا ترند وتشغلوا الناس عن رمضان. ايوه الله ينور عليك. مفيش رمضان من غير حمضان. شنجو فكرك يا ناسيني بعدك على عيني. حمضي من البيت. بيلا حضر، بيلا جه، بيلا هيتثبت وهيقضي وهيعمل اللي عليه. قصر الكبابجي خطف كل الترندات وفضلك السوشيال ميديا خالص عشان تحس بطعم رمضان بتاع زمان، اللمة والهزار والسحور والفطار. يلا سيب اللي ما يتسمى وعيش رمضان وسط الناس.